في نوفمبر سنة 1866 بعد ما الباب العالي وافق على منح إسماعيل لقب الخديوي، بدأ إن هو يقلق بسبب إن الخديوي إسماعيل أنشأ مجلس المندوبين، وكانوا شايفين إن دي بداية لوضع دستور للبلاد. بس الواقع كان غير كده خالص. تم انتخاب 75 عضو من الأعيان بدون أي سلطات لمدة 3 سنين. كل اللي بيعملوه إن هم بيقدموا شوية مقترحات بدون سلطة على الإطلاق. وده اللي يبين لينا إن الهدف من تأسيس المجلس ده إن الخديوي إسماعيل يبان مختلف والليبرالي في عيون الأوروبيين. وفي يونيو 1867 حضر الخديوي إسماعيل المعرض الملكي في باريس، واتعملت له مراسم استقبال رهيبة جدا. القصر الإمبراطوري بعت له 5 عربيات، وكانوا ماشيين وراه أفراد من حرس القصر عشان ينقلوا الخديوي وحاشته لمقر إقامته في قصر تولري، لدرجة إن نابليون الثالث شخصيا بعت له دعوة غدا في قصر سان كلود، وإن المعروف إن القصر ده نابليون الثالث ما بيستقبلش فيه غير الأشخاص المميزين جدا. وفعلا تم تنظيم المعرض المصري تحت إشراف الخديوي إسماعيل نفسه على مساحة 6000 متر مربع. المعرض عبارة عن مباني كتير بتحكي التاريخ المصري الإسلامي والفرعوني والحديث، وعمل مجسم كبير بيشرح فيه قناة السويس. وفعلا قدر يبرز مكانة مصر كدولة ليها تاريخ عريق وحضارة ضخمة. الخديوي إسماعيل كان ملفت جدا للصحافة الفرنسية، وده بسبب إن الخديوي إسماعيل ما سابش مكان في فرنسا إلا لو زاره، سواء متاحف، أوبرا، سباقات خيل. وكتبوا عنه إن هو شخص فكاهي وكريم، وكانوا التجار بيستنوا زيارته، لدرجة إن هو مرة دخل محل وطلب 168 بنطلون و96 بلطو، وانتهت زيارته لباريس ورجع لمعشوقته مصر. تفتكر إيه أول خطوة عملها الخديوي إسماعيل لما رجع مصر؟